أطيب كباب هندي صار جاهز معنا، مشهي. غير الكباب الهندي عندي هون كيلو لحم 20% منه دهن خروف طبعا. هلا عندي هون حبتين بصل برشتهم كتير ناعم، راح ضيفهم فوق اللحمة. حطيت لهم ملعقتين صغار ملح وملعقة صغيرة راح ضيف للحمة فلفل أسود. بعد ما دعكتهم كتير منيح بالبصل والملح والفلفل، هلا ببدأ بشكلهم صوابع. عندي هون كيلو من الطماطم قشرتها كتير منيح وعصرتها بمحضرة الطعام وحطيتها بطنجرة على الغاز على نار عالية، وراح ضيف لها 3 ملاعق طعام اللي هي صلصة الطماطم، وضيف ملعقة صغيرة ملح ونصف فلفل ورشة سكر، وخليها تتسبك تغلي كتير منيح. البندورة عم تغلي كتير منيح. هلا انا بضيف عندي مي مغلية هون، بضيف لهم تقريبا كوباية مي. وبتركهم كمان شوي لحتى 7 حبات بصل قطعتهم هيك جوانح بهذا الشكل. وعندي هي اختياري حبتين بطاطا بقطعهم بهذا الشكل بحطهم بكعب الصينية. طبعا هي مو من مكونات الكباب الهندي، بس اللي عنده اطفال يعني ما بياكلوا اللحمة فالبطاطا كتير منيحة. وعندي هون فليفلة قطعتها هيك حلقات، وقرن شطة اللي بحب الشطة اختياري. تمام بكعب الصينية. وهلا بضيف البصل، رائح البصل كتير منيح. ما شكلت اللحمة على شكل صوابع بهذا الشكل ضفتها فوق البصل. وهلا بضيف شرائح الفليفلة بهذا الشكل برتبهم. بعدين بضيف الصوص اللي عم يغلي عندي اللي هو الطماطم، وبغطيها بورق فويل كتير منيح، وبحطها بفرن محمى على درجة حرارة 180. بتاخد تقريبا من ساعة لساعة وربع. بالاول على العالي، بعدين بحطه على الوسط. ضفت عصير الطماطم. هلا راح اغلفها الله اخذت ساعة بعد ما طالعتها من الفرن. شوفوا ما شاء الله. طبعا اللي بحب بحمر وشه. صار جاهز معنا، مشهي. جربوها وقولوا لي رأيكم.